الحقيقة النهاردة احنا مش هنفتح المحضر، احنا هنتكلم عن المحضر اللي اتعمل. التحقيق النهاردة يمكن هيتكلم عن أكتر شخص أثر في تاريخ مصر الحديث من أكتر من 54 سنة، ومصر مش عارفة تنسى جمال عبد الناصر. في أي لعبة سياسية في تاريخ البشرية الكبير دايما بياكل الصغير، إلا في مصر سنة 52 القاعدة دي اتكسرت بشكل مرعب وقصاد الكل. شاب طموح عنده 34 سنة، ضابط برتبة بكباشي، قدر في شهور بسيطة يقلب ترابيزة اللعبة كلها. بس الكارثة الحقيقية مش انه كسب اللعبة، الكارثة انه لغى اللعبة نفسها وقفل الترابيزة ورفض يموت. احنا بنتكلم عن الرئيس جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر الشبح اللي بنقيس عليه اي رئيس بيجي بعده. وزي ما قال فؤاد حداد، مين اللي اكبر، مقامك في قلوب الناس ولا مقامهم في قلبك؟ او زي ما قال الابنودي، يعيش جمال حتى في موته. القضية النهاردة مش تقييم لزعيم سياسي مات وشبع موت من اكتر من 50 سنة. القضية عن ظاهرة تاريخية ونفسية ملهاش اي تفسير منطقي. جمال عبد الناصر مش مجرد رئيس سابق، ده حالة من القداسة والشيطنة ماشي على الارض. ناس بتشوفوا انه ناب الفقراء اللي رجع لهم كرامتهم، وناس تانية بتشوفوا انه ديكتاتور خرب البلد وضيعها. احنا النهارده هنفتح الملف بتاعه وهنقف في النص بالظبط، نعرض حقائق وادله محدش يقدر ينكرها، وهنحاكم سياسات وافكار غيرت تكوين المواطن المصري للابد. افتح المحضر يا ابني وخلينا نبدا من الاول خالص. عشان نفهم اللغز ده مظبوط لازم نوزن العهد الملكي بميزان عادل، بعيدا بقى عن الافلام بتاعت الابيض واسود اللي طلعت الملك فاروق راجل بتاع سهرات. العهد الملكي ما كانش جنه ولا كان جحيم مطلق. مصر قبل الثوره كان فيها حياه نيابيه حقيقيه ومؤسسات ليها اسنان بتعرف تعض. اكبر دليل على ده ان الملك قدم طلب للبرلمان المصري بتجديد اليخت الخاص بيه. البرلمان المصري اللي كان وقتها معظم اعضائه من حزب الوفد وقف للملك وقال له لا، الطلب مرفوض والميزانية دي الدولة أولى بيها. والملك فاروق بكل سلطاته ما قدرش يكسر القرار ده واعتمده. بس في نفس الوقت اللي البرلمان كان قوي فيه، البلد العظيمة دي كان 0.5% بس من سكانها بيمتلكوا الثروات والأراضي، والفلاح المصري كان عايش حافي ومطحون وغرقان في البلهارسي. ولما ظهر عبد الناصر ما قدمش رشوة للناس، هو انحاز فعليا للطبقة المطحونة دي وكسر ظهر الإقطاع. ابن البواب اللي كان بيعدي قدام الجامعة وما يقدرش يدخلها بقى بيدخلها وبيتعلم ببلاش، والفلاح المطحون الغلبان بقى يستلم عقد فدانين ويزرعهم وبقى صاحب أملاك. ومش بس كده، الدولة بنت مصانع وطنية ضخمة زي الحديد والصلب وغزل المحلة ومصانع إدفينة وغيرها، مصانع فعليا غطت الاحتياج المحلي للشعب المصري. الأحداث دي كلها خلت الملايين يحسوا إنه ليهم ظهر يحميهم لأول مرة في تاريخهم. بس المعادلة القاسية إن الكرامة الاجتماعية دي كان ثمنها المدفوع مقدما إلغاء الحرية السياسية في مصر. الدولة اتحولت للأب اللي بيأكل وبيشرب وبيبني سدود ومصانع، بس بيضربك على إيدك لو فكرت بس تتكلم أو تعترض. لما الدولة بقت هي الأب الأوحد، غياب الرأي التاني فتح الباب لأكبر جريمة اتعملت في حق المواطن المصري، وهي جريمة تأميم الصحافة سنة 60. في العهد الملكي ورغم وجود فساد سياسي ومحسوبية، الصحافة المصرية كانت بتعيش أزهى عصور قوتها. إحسان عبد القدوس كصحفي كان بيهاجم الملك فاروق شخصيا، وقدر يعمل حملة صحفية ضخمة على الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين. وسواء الحملة دي كانت حقيقية أو مبالغة سياسية زي ما بعض المصادر بتقول، فالفكرة إن في صحفي قدر يهز عرش الملك ومحدش قفل مجلته ولا اعتقل. الصحافة هي كانت البرلمان الشعبي الحقيقي اللي بيفضح أي مسؤول. بس بعد قرار التأميم البلد بلعت كل الجرايد وحولت الصحفيين الكبار لمجرد موظفين بياخدوا التعليمات بالتليفون. الإعلام الموجه ده قدر فعلا يوحد الناس ورا مشروع زي السد العالي، لكن في نفس الوقت خلق كارثة من انعدام الشفافية وتغييب العقل، وبقى المواطن ما بيسمعش غير صوت واحد بيطبل طول الوقت. والنتيجة المرعبة للتخدير ده شفناها يوم 5 يونيو 67. تخيل معايا المشهد، جيشنا بيباد على الأرض وطياراتنا بتتضرب على الممرات قبل ما تطير أصلا، بس الناس في الشوارع بتوزع شربات وبيحضنوا بعض لأن الراديو شغال أناشيد والجرايد بتطبع بمنشتات عن إسقاط طائرات العدو. المواطن كان نايم بيحتفل بالنصر وصحي الصبح على كابوس إن سينا كلها راحت. دي كانت الفاتورة الحقيقية لإلغاء الصحافة الحرة ومصادرة حق الناس في إنها تعرف الحقيقة مهما كانت.
تغييب العقل ده هو اللي خلانا نبلع الطعم بكل سهولة، وهو فخ القومية العربية والزعامة الإقليمية. محدش يقدر ينكر أبدا إن دعم مصر لحركات التحرر في أفريقيا والجزائر إدى لمصر قوة ناعمة ووزن دولي مرعب. مصر بقت عاصمة الأحرار في العالم، وعبد الناصر بقى أيقونة عالمية بيعملوا له 1000 حساب، لدرجة إنك بتلاقي شوارع وميادين باسمه في دول كتيرة جدا بره مصر. بس تعالوا نحسبها بورقة وقلم المواطن الغلبان. هل الشعب المصري كسب من الزعامة دي ولا دفع ثمنها من دمه وقوته؟ الهوس بالزعامة وصل لدرجة اننا شطبنا اسم مصر من على الخريطة وبقى اسمنا الجمهورية العربية المتحدة. المواطن المصري اللي كان طالع عينه في طوابير الجمعيات الاستهلاكية علشان يجيب حتى فرخة ولا كيلو لحمة لعياله، هو نفسه اللي الدولة كانت بتبعت ولاده ويموتوا في جبال اليمن في حرب غريبة ملناش أي مصلحة فيها. الجنيه المصري اللي كان متغطي بالذهب اتشفط حرفيا عشان ندعم انقلابات وثورات في دول تانية ملناش دعوة بيها. القومية العربية كبرت صورة مصر الإقليمية جدا وخلتنا زعماء المنطقة، ولكنها سحبت من رصيد المواطن المصري وخلته يدفع فاتورة زعامة هو ما شاركش في اختيارها. الانهيار ما كانش عسكري بس، ده كان اقتصادي كمان بسبب سياسات التأميم العشوائية اللي اتنفذت في الستينات. النية ممكن تكون وطنية عشان نرجع ثروة البلد للمصريين، لكن التنفيذ كان كارثي بكل المقاييس. القرارات دي طردت الجاليات الأجنبية اللي كانت عايشة معانا من زمان. اليهود والطلاينة واليونانيين معظمهم مشوا، اللي كانوا ماسكين عصب الصناعة والتجارة. من يوم وليلة فقدنا تنوعنا الثقافي ومركزنا التجاري العالمي، ورؤوس الأموال طارت بره البلد، والخبرات الصناعية اتبخرت، واستلمها موظفين حكومة ما عندهمش أي فكرة عن الإدارة. شركات ومصانع اتبنت بالعرق والجهد، اتاخدت ببلاش وتوزعت على المحاسيب وأهل الثقة واللي اتنفعوا بيها ونهبوها من جوه. فكانت النتيجة إن المصانع خسرت وفلست. والأخطر بقى من كل ده إن قوانين التأميم دمرت المبادرة الفردية وقتلت الطموح جوه المصريين. مفيش مثال يوجع القلب ويلخص المأساة دي أكتر من اللي حصل مع العبقري محمد فوزي. الراجل ده ما عملش مجرد شركة، ده أسس وبنى أول مصنع اسطوانات في الشرق الأوسط وصرف عليه شقة عمره كله علشان ينافس أوروبا. وبعد ما المصنع كبر وبقى صرح، فجأة وبدون أي مبررات الدولة أممت شركته وصدرتها بقرار جاي من فوق. وعلشان يكملوا القهرة عينوا محمد فوزي موظف في شركته وخصصوا له حتة مكتب صغير كده يقعد فيه. هنا الرسالة اللي وصلت للمجتمع كله إن النجاح الزيادة خطر، وإنك لو كبرت عن الحد المسموح بيه هناخد شقاك. وهنا بتظهر ثقافة المواطن الموظف، وإنه بقى أقصى طموح للشاب إنه يركب الأتوبيس ويروح للمصلحة الحكومية، يمضي حضور وانصراف وياخد الماهية آخر الشهر. أصل فكر فيها كده، إيه اللي يخليك تتعب في مشروع ممكن يتاخد منك بشدة قلم؟ ورغم كل التخطيط والقرارات القاسية دي، فضل سحر البكباشي مسيطر على العقول. وهنا بتظهر أكبر عقدة تاريخية ونفسية في حياة المصري، وهي متلازمة المثقف المقهور. المفارقة الغريبة جدا إن هي نفس الدولة اللي ادت الفلاح أرضه وكرامته هي نفسها اللي فتحت باب المعتقلات لأي رأي مختلف. المثقف المصري وصل لمرحلة غريبة جدا من عشق الجلاد، إنه يعتبر سجنه وتعذيبه هي ضريبة لازم تدفع عشان البلد تنضف. كان متقمص شخصية زينهم في مسرحية الزعيم وهو بيقول احنا ولاد كلب، في الوقت اللي الزعيم نفسه كان متقمص شخصية الزعيم في نفس المسرحية وهو بيقول لهم عن ابوك ولاد كلب شيل الصيع. الفنانة الجريئة تحية كاريوكا ولخصت الوضع ده كله في جملة واحدة لما قالت احنا شلنا ملك وجبنا بداله 14 ملك. ورغم كده المثقفين والشعراء والعباقرة اللي اتعذبوا واتقهروا في السجون دي هم أول ناس عيطوا عليه وبكوا لما مات. الشاعر أحمد فؤاد نجم اللي داق مرارة السجون لخص التضارب ده في جملة عبقرية وقال عمل حاجات معجزة وحاجات كتير خابت. هم أمنوا بنواياه وانحازوا للفقراء لدرجة إن هم غفروا لسياساته القهرية وصدقوا إن الكرباج ده كان لمصلحتهم.
عشان تقيس حجم الهوس والتنويم المغناطيسي ده في الشارع لازم تعمل مقارنة بسيطة وسريعة ما بين عبد الناصر والسادات. عبد الناصر اتعرض لأقصى وأسوأ هزيمة عسكرية في تاريخ مصر الحديث سنة 67، والبلد كانت بتدار بمراكز قوة متوغلة، وزي ما معروف ان مذكرات اعتماد خورشيد كانت فيها مبالغة كبيرة وتلفيق لضرب سمعة بعض الأشخاص، إلا ان خيال الشارع يتقبل جملة زي أبيت لك فين جمال النهاردة، ده يبين لك لأنهي درجة الناس دي كانت مسيطرة ومرعبة، وقد ايه الدولة كانت بتتدخل في أي تفصيلة وكل تفصيلة في حياة المواطن. بالمنطق السياسي البحت أي حاكم بيتهزم وبيضيع أرضه بيسقط فورا والناس بتطالب بمحاكمته، بس اللي حصل إن الجماهير نزلت بالملايين ترفض تنحيه. وهنا لازم نطرح السؤال المظبوط، هل المظاهرات دي كانت مخلوقة بفعل فاعل من التنظيمات السياسية؟ الحقيقة ان الشرارة الاولى ممكن تكون سياسية ومتنظمة، لكن اللي ما يتوصفش ولا يتزور هي دموع الناس الحقيقية في الشارع. هم الحقيقة كانوا منهارين ومرعوبين من فكرة اليتم وسقوط الحلم اللي عاشوا فيه. والغريب ان الزعيم رغم الانكسار ده ما رفعش الراية البيضاء وبدأ يبني حائط الصواريخ ويقود حرب الاستنزاف، وعمل تجهيزات عسكرية ضخمة. قادة حرب أكتوبر نفسهم اعترفوا إنها كانت الأساس اللي اتبنى عليه نصر 73. وفي المقابل الرئيس السادات حقق أكبر انتصار عسكري في تاريخ مصر الحديث، ورغم نصر أكتوبر السادات ما لقاش نفس الهوس العاطفي ده في الشارع، والناس نزلت ضده بقوة في انتفاضة 77 علشان زيادة الأسعار. المفارقة دي بتبين لك إن ارتباط المصريين بجمال عبد الناصر كان ارتباط عقائدي، ارتباط بمشروع اجتماعي كامل، مش مجرد تقييم لنجاح أو فشل عسكري. سر التعلق المرضي بالراجل ده مكمل معانا، لأن الدولة بعد وفاته غيرت جلدها تماما، ظهرت حيتان الانفتاح والفساد المالي، والتفاوت الطبقي رجع يوسع بشكل مرعب. الراجل ده كان مخصص جزء من ميزانية الرئاسة لحالات إنسانية، بل وإنه كان بيطلع فلوس مساعدات من مرتبه الشخصي ومش من فلوس الدولة. ولما مات وفتحوا خزنته الشخصية ما لقوش فيها غير 84 جنيه بالتمام والكمال. عاش مستور ومات شريف، وما سرقش لنفسه قرش ولا عمل ثروات لعياله. ودي الحقيقة اللي ظاهرة زي الشمس اللي بتخلي الشارع يحبه ويدافع عنه لحد النهاردة. لكن في حقيقة تانية وأهم اللي لازم نواجه نفسنا بيها، إن النزاهة الشخصية لوحدها ما بتبنيش دول. عبد الناصر ادى للناس كرامة وطنية وعدالة اجتماعية محدش يقدر ينكرها. في نفس الوقت سياساته دمرت التعددية وخلقت نظام إداري بيعتمد على الفرد الواحد مش على قوة المؤسسات. هل نوايا الزعيم الطيبة ونظافة إيده تشفع له في هزيمة عسكرية وانهيار اقتصادي بندفع ثمنه لحد دلوقتي؟ في السياسة مفيش ملايكة ومفيش شياطين، في قرارات بيتبني عليها دول وقرارات بتهد الدول دي فوق دماغ أصحابها. قول لنا في التعليقات إيه رأيك في المعادلة الصعبة دي بكل صراحة. التحقيق بتاعنا لسه مستمر. السلام عليكم.